كفتة وسلطة المشاوي وسلطة طحينة، ومش عايزاكم تستغربوا طريقتي في الكفتة. جربوها ومتأكدة هتعجبكم. الكفتة طرية وجوسي جدا وطعمها خطير. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بتتبيلة سلطة المشاوي. في الصينية حطيت هنا ورق زبدة، وهبدأ اضيف الاضافات اللي انا هشويها في الفرن. انا استخدمت توم، راس توم زي ما انتم شايفين، شلت بس الجزء اللي تحت. كمان بحب اضيف فلفل حار، ممكن كمان اضيف فلفل اخضر عادي لو حابين، وطماطم. بحب اضيف الطماطم بقطعها بالشكل ده وهضيفها كلها، وممكن نضيف كمان فلفل الوان، بصل، والكميات طبعا زي ما تحبوا. هدخلهم الفرن على درجة حرارة 190 رف وسط لحد ما يتشووا تماما. وبعد كده نبدأ بتتبيلة الكفتة. انا هنا بحب اضيف 2 رغيف عيش صغيرين، هحطهم في مية عادية جدا لحد ما يشربوا كل المية ويتبالوا تماما. هسيبهم على جنب. وبعد كده في الكبة حضرت بصل، انا بستخدم بصل احمر للكفتة بيديها طعم احلى. كمان بحب اضيف توم، 4 فصوص توم، وكمان فلفل احمر. وطبعا الكميات دي حسب كمية اللحمة اللي هنعملها. وكمان بحب اضيف بقدونس، ده بقدونس انا شلت العيدان بتاعته عشان هي دي اللي بتعمل مية وسوائل في الكفتة. هفرمهم كويس جدا. وبعد كده انا استخدمت نص كيلو من الكفتة، هضيف عليها الخليط اللي احنا فرمناه زي ما انتم شايفين مفهوش اي سوائل خالص، هضيفه. وبعد كده بحب اضيف كمان ربع معلقة من البيكنج صودا، دي هتخلي الكفتة بتاعتنا ما تكتمش. وكمان العيش اللي احنا عملناه صفيته كويس جدا وضفته على الكفتة، والتوابل ملح وفلفل وبابريكا مدخنة والسبع بهارات. اهم حاجة بقى ان احنا نخلط كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. لازم نخلطه كويس قوي قوي، علشان انا مش عايزة اشوف اي حاجة لونها واضح لوحدها، عايزة الكفتة كلها تبقى لون واحد، وكل حاجة مخلوطة كويس جدا. بعد كده حضرت 2 من عيدان الشيش طاووق، وهنبدأ نشكل الكفتة. طبعا تقدروا تشكلوها بالاحجام والاشكال اللي تعجبكم، انا بشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بضغط عليها بصوابعي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين الكفتة ماسكة كويس قوي، مفيهاش اي سوائل، وبتطلع مظبوطة جدا كده. خلاص انا بشكلها وبعد كده هرصها في الصينية. ده شكلها، وبتطلع كويس قوي من الاسياخ، وزي ما قلت لكم مش بتفرول ومش شايله اي ميه، مش شايله اي سوائل. بعد خلاص ما جهزنا الكميه كلها، هي عملت كميه كويسه جدا. قبل ما ادخلها الفرن بديها كده رشه من الزيت، علشان ده اللي بيديها اللون بتاع المطاعم اللي احنا بنلاقيها فيه. هدهنها بزيت من بره كده وادخلها الفرن على درجه حراره 190 الرف وسط. الكفته ما بتاخدش وقت كتير في السوا، ما تسيبوهاش كتير علشان ما تنشفش منكم. بعد ما هدهنها كلها هدخلها الفرن. وبعد كده هنكمل سلطة المشاوي اللي احنا بدأناها. بعد الخضار ما اتشوى كله خلاص، هبدأ احطه في الكبة. انا ممكن اعمله في الكبة، وممكن كمان اهرسه بايدي بشوكة، بيطلع حلو قوي كمان. هحط كل الخضار بتاعنا، وكمان هضيف عليه ملح وفلفل وسبع بهارات، رشة بسيطة كده. وبحب اضيف نص معلقة من الخل، وكمان عصير ليمونة. عصير الليمون ده بيديها مزازة وطعم حلو قوي. واخر حاجة بحب اضيفها هي زيت الزيتون، وطبعا ممكن نستخدم زيت عادي. وكده خلاص اكلتنا جاهزة تتقدم. جربوها ومتأكدة هتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.